السلام عليكم، يا هلا والله بمتابعينا الكرام على قناة مواهب صحم. معنا أحد مشجعين منتخب عمان، نقول صباح الخير. صباح النور سرور حياك. أستاذي، توقعاتك في المباراة؟ والله في بداية الأمر أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله احنا اليوم متوجهين إلى الكويت لمساندة وتشجيع المنتخب العماني اللي فرحنا إلى الآن، وصل النهائي عن جدارة واستحقاق. فتمنياتنا إن شاء الله من القلب إن الفوز يكون عماني والكاس يرجع إلى مسقط بعد ما فقدناه في بطولتين سابقتين، وأتمنى إن شاء الله الفوز عماني بأي نتيجة، المهم فوز عماني. والله كانت المباراة السابقة هي أصعب وأشمل من ناحية الأداء المهاري بالنسبة للمنتخب السعودي، وأيضا القوة الضاربة الهجومية في المنتخب السعودي، ومن غير الإعلام اللي أعطى المنتخب السعودي التوقع الأكبر. لكن برغم النقص، برغم ظروف المباراة، برغم الغيابات والإيقافات اللي قبل المباراة، والمنتخب أدى بأداء عالي وهمة عالية وأداء تكتيكي متزن، والحمد لله انتهى بفوز المنتخب. وإن شاء الله هالمباراة تختلف ظروفها لأن النهائي، والبحرين طبعا منتخب صعب المراس، لكن إن شاء الله شبابنا قادرين على الفوز. والله معنويات عالية إن شاء الله، ونتأمل يعني فوز على المنتخب البحريني بحكم مواجهات كثيرة بين المنتخب البحريني، يعني آخر 5 مواجهات ما قدر المنتخب البحريني يفوز، وإن شاء الله فايزين. والله المنتخب البحريني يعني المنتخب العماني وضعه يعطي مستويات المنتخبين لجلد الجميع، فالمباراة تكون صعبة، يعني نتوقع فارق هدف أو هدفين إن شاء الله المنتخب العماني. والله إن شاء الله نقدم مباراة طيبة ضد المنتخب البحريني. شفنا المنتخب البحريني يقدم مباريات قوية، يعني تقريبا أفضل منتخبين وصلوا النهائي، فالتوقع صعب لكن إن شاء الله منتخبنا إن شاء الله. إن شاء الله. كم تتوقع؟ 1-0 إن شاء الله.